هالو كل متابعين مارشميلو. انا حطيت الريلز الصغيره اللي قلت لكم فيها لو عايزين مفرش ورده عباد الشمس. فيديو فجالي كم كتير جدا عليه فاوكي احنا فعلا نفذنا الفيديو بتاعه وهرفعه لكم دلوقتي. هيخش بالترتيب ستيب باي ستيب. لو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عايزين حاجات تانية برضو تعليميه اكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه، واوعوا تنسوا اللايك. واللي مش عامل لايك يعني، واللي زميله قاعد جنبه مش عامل لايك يقول له اعمل يا زميلي لايك للفيديو، اوكي، وشير بقى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم بورشة متميزة في قناتنا الجميلة قناة مارشميلو. الورشة بتاعتنا النهاردة عباد الشمس، الوحدة ديت، ومنها الوحدة السادة اللي هنعمل منها أحلى مفرش متميز عندنا، ومش هنلاقيه غير في مارشميلو بس في التفصيلات بتاعته. الخيوط بتاعتنا خيوط قطن 4 ألوان، اللون السادة اللي هو الخارجي، واللون المنجاوي الأصفر، واللون النحاسي، واللون البني اللي هو قلب العباد الشمس. وهنبتدي الأول بالقطع ديت، وبعدين هنعمل القطعة السوداء. القطعة بتاعتنا هنبتديها بالخيط البني، وهنبتدي الدايرة بتاعتنا. ودايما لما نيجي نعمل المفرش بتاعنا، اي مفارش بتاعتنا بنبتديها بسلسلة، ما نعملش الدايرة السحرية، لان الدايرة السحرية من الغسيل ممكن بتتفك منا. فاحنا بنعمل دايرة السلسلة احسن لنا، بتبقى متينة اكتر. نطلع 3 سلاسل، وده بيبقى عمود، ونحط جوه الدايرة بتاعتنا 16 عمود، نعدهم، ولما نخلص نشوف نقفلهم واوريكم بقوم كام، بقى شكلها ايه في الاخر. خلصنا كده 16 عمود، وهنقفل في راس السلسلة ونقفلها، ونقص خيطنا فتلة طويلة عشان متسحبش، ونروح على اللون التاني ونبتدي نعمل فيه عمود على طول بالطريقة دي. الخيط بتاعنا هناخده في وسط الشغل عشان يبقى شغلنا كله نضيف اول باول. هنشتغل فوق راس كل عمود، نعمل غرزة بف. ادي 1 2 3. غرزة البف بتاعتنا مكونة من 3 لفات، ونعمل نقفلها ونعمل سلسلة، ناخد في اللي بعدها. ادي 1 2 3. نعمل كده لغاية لما نخلص الدايرة بتاعتنا، ونتأكد ان هما 16 مجموعة عشان ما نبنيش غلط. نخلص ونشوف الخطوة اللي بعد كده. خلصنا اللون التاني اللي هو غرزة البف، واتأكدنا ان هما 16 مجموعة، ونقفل في راس اول بف بالطريقة ديت، ونقفل على الغرزة بتاعتنا كويس، ونشدها ونقفل ونقص. نبتدي في اللون التالت اللي هو هيبقى اللون المنجاوي دوت الأصفر، ونبتدي نعمل غرزة المجمعة ديت. برضو هعملها عمود واقف، فبنعمل الحلقة كده على الإبرة، ونعمل نص عمود، ونسيب الغرزة معلقة. ادي 1 2 معلش 3 اهم 3، ونقفل غرزتنا، نشدها، ناخد ال3 مع بعض. وادي 1 2. نعمل واحدة تانية. ادي 1، ادي التانية، ادي التالتة، وناخد ال4 غرز ونقفلهم، وناخد 1 2. نعمل كده لغاية لما نخلص ال16 وحدة
بالشكل ده. كده خلصنا الدور التالت اهو، ونعد الوحدات بتاعتنا نلاقيهم 16. هنقفل في راس اول غرزة بالشكل ده. هنجيب اللون الاساسي بتاعنا ونبتدي نعمل الدور اللي احنا هنربع فيه. الدايرة ديت هنعملها تبقى بالشكل المربع. هنعمل الحلقة بتاعتنا او نعمل 4 سلاسل اللي يريحنا، بس انا بحب اللي هو العمود الواقف دوت اللي هو ايه، هيبقى لفتين والحلقة بتاعتنا. هنيجي في اي سلسلتين كده هنعمل عمود بلفتين، 1 عمود بلفتين، 2 3، وده بيبقى نص كورنر مش كورنر كامل، نص كورنر. هنعمل سلسلة، هنعمل في اللي بعديها 3 عمود، نعمل سلسلة، هنعمل في اللي بعديها 3 نص عمود، وبعدين نرجع نكرر 3 عمود، وبعدين نعمل الكورنر. كده هنشوف نعمل الكورنر بتاعنا ازاي. عمود بلفتين، 3 أعمدة بلفتين في نفس المدخل دوت، وبعدين نعمل سلسلتين، وبعدين نعمل في نفس المدخل 3 أعمدة بلفتين. دي بتبقى الزاوية بتاعتنا بتاعة المربع. وبعدين هنكرر اللي احنا عملناه دلوقتي، سلسلة، 3 أعمدة، سلسلة، 3 أنصاف أعمدة، سلسلة و3 أعمدة، وسلسلة، ونوصل للركن الأخير. نعمل عمود بلفتين، عمود بلفتين، عمود بلفتين، 3. وعشان نطلع للدور اللي بعد كده مش هنعمل سلاسل بقى، لا هنعمل نص عمود نشبكه في راس اول عمود كده ونشبكه نطلع، هنلاقي نفسنا طلعنا في نص الغرزة، ونعمل 3 سلاسل. ده عمود، وادي عمود تاني، وادي عمود تالت. هنا بقى مش هنعمل سلاسل بين كل مجموعة والتانية، هنعمل على طول المجموعات. في كل فراغ هنعمل 3 أعمدة بالشكل ده، 3 أعمدة بالشكل ده. هنعمل الكورنر بتاعنا 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة، ندخل على طول في الغرزة اللي بعدها من غير أي سلاسل، 3 أعمدة، واللي بعدها جراني عادية خالص، 3 أعمدة، واللي بعدها لأن احنا كنا بانيين المربع اللي قبل كده، بنينا اللي هو الدايرة عملناها مربع، فده نيجي في آخر زاوية ونقفل عشان احنا عاملين 3 أعمدة بس، هنقفلها ب3 أعمدة تانيين،
كده عملنا نص زاوية، وكان موجود اساسا نص زاوية، ونقفلهم بثلاث سلاسل ونقفل الزاوية بتاعتنا، ويبقى كده خلصنا المربع ونقفله بالشكل ده. المربع الاسود نفس الشغل دوت بس بلون سادة بس. هنبتدي نعمل الوحدة السوداء هياها نفس الخطوات في الوحدة بتاعت عباد الشمس، بس هنعملها كلها بلون واحد. هنعمل الخمس سلاسل بتوعنا ونقفلهم ونطلع 3 سلاسل، ده اول عمود، وندخل جوه الدايرة 16 عمود بالثلاث سلاسل الاولانيين دول، 16 عمود ونقفلهم. وعملنا الدور التاني برضو 16 بفة زي ما عملنا في الشكل بتاع عباد الشمس ده. هنغير الدور التالت بس، بدل ما هتبقى غرزة مجمعة كده هتبقى كلها نظام أعمدة. في كل فراغ هعمل منزلقة واطلع هنا في الفراغ ده، واعمل 1 2 3 ادي عمود، 2 3، اعمل في كل فراغ 3 أعمدة مفيش بينهم اي حاجة. في كل فراغ اعمل 3 أعمدة لغاية لما اخلص، وابتدي اقسم زي عباد الشمس. كده خلصنا الدايرة بتاعتنا، وهنبتدي الجزء اللي احنا هنربع فيه الدايرة ديت. هنطلع 4 سلاسل ونعمل عمود بلفتين، كمان 1، يبقوا كده 3 أعمدة. نعمل سلسلة، نخش في الفراغ اللي بعديه 3 أعمدة، سلسلة، وبعدين 3 أنصاف، بعدين سلسلة، وبعدين 3 أعمدة، وبعدين سلسلة، وبعدين عمود بلفتين. ده بيبقى ايه راس الكورنر بتاعنا، اللي هو راس الزاوية بتاعت المربع بتاعنا. وبعدين سلسلتين، عملنا 3 أعمدة بلفتين، واعمل تاني بعد السلسلتين هعمل 3 أعمدة بلفتين في نفس الدخلة اللي احنا داخلينها، ونكرر اللي احنا عملناه سلسلة 3 أعمدة لغاية لما نوصل لراس الزاوية التانية، سلسلة نص عمود، بكده نكون خلصنا المربع السادة. نفس آخر دورين نفسهم هماهم في نفس السادة، وهنقيس المقاس بتاعنا هنلاقي نفس المقاس، وعدد الأعمدة دوت لازم يكون نفس عدد الأعمدة عشان لما نيجي نقفل الاتنين مع بعض يبقوا ايه مظبوطين وتمام. هنقفل الوحدة ديت بالشكل ده كده. هنيجي نقفل الاتنين مع بعض. ظهر الشغل دوت هنحطه في ظهر الشغل ده كده، نيجي من عند الزاوية عند الزاوية هنا في الفاضي هنعمل غرزة حشو، وكمان عند أول غرزة بالشكل ده الاتنين مع بعض نعمل غرزة حشو، تاني غرزة مع تاني غرزة غرزة حشو، كل غرزة مع اللي قبلها نعمل غرزة حشو لغاية لما نخلص تقفيل الوحدتين
مع بعض اوريها لكم شكلها ايه. كده هنكون وصلنا لنهاية الضلع دوت. هنيجي نعمل في الزاوية، نعمل غرزة حشو، وعشان نريحها هنعمل غرزة كمان. تمام. هنيجي نشبك المجموعة اللي بعد كده، هنعكس، دي هتبقى فوق ودي هتبقى تحت برضو، الاتنين في ظهر بعض بس يبقوا بالشكل ده كده. ناخد في اول ركنة كده غرزة واحدة، وبعدين نبتدي في اول غرزة على طول نعمل غرزة هنا والغرزة اللي قصادها بالشكل ده لغاية لما نخلص كل الوحدات بتاعتنا. تبقى واحدة مرة عباد ومرة فاضية عشان تبقى بالشكل دوت، واحدة وواحدة، واحدة وواحدة. هنقفلها ونخلص المجموعة بتاعتنا ونوريكم الطولي هيبقى شكله ازاي. كده قفلنا الخط اللي بالعرض، هنيجي نقفل الخط اللي بالطول. نبتدي برضو من ناحية اليمين اهي حلقة على الإبرة، ونعمل غرزة حشو، وبرضو نبتدي أول غرزة مع أول غرزة بالشكل ده. منفوتش غرزة، نعمل كل الغرز. لغاية لما نيجي للنص. كده خلصنا أول مربع. هنيجي عند الزاوية، عملنا هنا اهو غرزة في الفراغ، وهنعمل غرزة في الحشو ديت اهي عشان ندينا ما تبقاش مشدودة وتبقى فيها براح، ونعمل غرزة تاني حشو في الفراغ بتاع الزاوية التانية، ونبتدي نعمل في أول غرزة قصاد أول غرزة ونقفل. المهم ان شغلنا ما يبقاش مشدود في التجمع بتاع الزوايا اللي في النص ديت عشان ما يبقاش شكله وحش. ونعمل لغاية الآخر ونقفلها، وهتبقى بالشكل دوت اهي التقفيل بتاعه. وبكده نكون خلصنا التقفيل وال والشكل عباد الشمس. وهتبقى كل الوحدات عبارة عن واحدة سادة وواحدة فيها عباد شمس. وما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وإن شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم.